من محافظة المحويت والتي احتوت كل شيء جميل ورائع في هذه المنطقة، وحوت الجبال والتلال والمروج الخضراء والشعاب وكل شيء، كل شيء فيها رائع. ومن مديرية بني سعد، وبالذات من محمية عشق النحلية. اشتوا تعرفوا ما هي المحمية النحلية؟ الحقوا بعضي وانا اقول لكم. وصلنا محمية وادي عشق النحلية، وصلنا يا خبرة بعدي. وصلنا إلى المحمية النحلية التي تلحفنا لها شوقا وطربا في محافظة المحويت، في مديرية بني سعد، في وادي عشق. احنا نعرف ان في محمية براء، محمية عتمة، محمية طبيعية، محمية بيئية، لكن محمية نحلية للعسل، ايوه في محمية نحلية للعسل. الموضوع مهم مش بسيط. هذه المحمية النحلية يتم اختيارها يعني من قبل خبراء ومختصين من النحالين ضمن نطاق جغرافي معين لهذه المحمية النحلية. على فكرة هذه المحمية النحلية طبيعية 100%، وتعتمد على أشجار طبيعية أيضا، مثل أشجار السدر، السلام، الضهية، الضباء، البشامة، وأزهار طبيعية، نباتات زهرية طبيعية 100%، وكلها من أجل إنتاج العسل الدوائي. ليش هذا كله؟ من أجل توطين المنتج المحلي للعسل الدوائي وضمان جودة المنتج. هذه المحمية النحلية لها آلية في العمل. كيف؟ أولاً تحديد المطارح النحلية، ثم تنسيق النحالين لدخولهم المحمية النحلية حسب الحمولة الرعوية. أيش الحمولة الرعوية؟ يعني تحديد كمية الأجباح والخلايا حسب الغطاء النباتي المتوفر وحسب الموسم الإنتاجي. أيش الفائدة من المحمية النحلية؟ أولاً ضمان جودة المنتج وضمان المنتج للمستهلك. أعطاك حاجة مهمة، في هناك جهة إشراف وجهة رقابة وتفتيش، يعني محمية نحلية طبيعية 100% ومضمون ومعتمد وموثق.